نعيشوا اليوم وسط كم كبير من الأخبار اللي تنجم تكون صحيحة وتنجم تكون غالطة. كل واحد فينا يلقى روحه وسط زحمة من المعلومات والتفاصيل بخصوص شخصية أو قضية أو حتى محطة تاريخية. لكن هل فما شكون قاعد يفسر لك في الأحداث هذه الكل ويبدأ بيك من الأول خطوة خطوة لين يكمل معك كل التسلسلات الزمنية؟ إيجا نفسر لك برنامج من إنتاج كشف ميديا. اليوم باش نحكوا لكم على أزمة فقدان الحليب في تونس، أسبابها وشكون وراها، كيفاش وصلنا إنه ما عادش لاقين باكو حليب. حلقة اليوم بعنوان علاش الحليب ما فماش، من تقديم شيماء همامي، إنتاج كشف ميديا، جانفي 2024. وكانوا ثم بقر في تونس معمول للياغورت وبقر معمول للحليب متاع الياغورت هو اللي ينتج اكثر. كأنه فما أبقار تنتج الحليب وأبقار أخرى تنتج الياغورت، جملة عاودها رئيس الجمهورية قيس سعيد برشا مرات، وفي كل مناسبة يتحكى فيها على أزمة الحليب في البلاد يقول إنه الأزمة سببها الأساسي هو الاحتكار. ونتفكروا زيارته في ديسمبر 2022 للمصنع الحليب بسليمان، أحكي على الموضوع وقال إنه وراء الأزمة هذه أطراف الهدف متاعها خلق الأزمات. نحن في حالة حرب ضد الاحتكار، وفي حالة حرب ضد الناس اللي تحاول معناها تخلق الأزمات. لابد من يكون عندنا وعي بالقضاء على كل أسباب الأزمات بتوفير الإنتاج، معناها لابد أن نوفروه بالقدر الكافي إن شاء الله. هذا اللي قاعدين نخدموا عليه في مجمع ديليس. ودعا وقتها مدير مجمع ديليس حمدي المدي باش يسرع في نسق الإنتاج حتى يغطي حاجيات المواطن التونسي من مادة الحليب. مرة نعمل عليكم مرة باش تخرجوا من الوضعية هذه إن شاء الله. قبيلة في شارع بورقيب مرة تصيح تقول لحم. بطبيعة الحال الإنتاج في الفترة هذه يقل، ولكن لابد أيضا مش بخاطر الإحصار لا صارت، ولكن مش بالشكل هذا. لا صارت رئيس. لا عشنا معناها كان يزوز بقوة تحليل برك وتوا البيع المشروط ولا الحليب موجود. عقبنا برشا لا برشا زاد مسالك التوزيع اللي تسمى تتحمل المسؤولية اللي هي قاعدة الضارب والاحتكار معنا الموجود، ولكن ما نجم نواجهوا هذا الظاهرة إلا بالإنتاج. حمدي المدة باعتبار وقت إنه الأزمة مرتبطة بانخفاض إنتاج الأبقار في الفترة هذه، وأكد عودة النسق العادي خلال شهر جانفي 2022. ورغم مرور أكثر من عام على الكلام هذا، إلا أنه المشكل كل نهار يزيد يتفاقم والمادة ما زالت مفقودة كليا في السوق. وقتها كنا نجمو نتحصلوا على باكو ولا زوز في كل فترة، لكن الحكاية هذه ولات توا شبه مستحيل. احنا عملنا بروموسيون باش نجموا نبيعوا، خاطر الريت هذه ستوك تكنيك معناتها بعد ليزاناليز تاع 10 ايام. احنا عندنا 30 مليون دو لتر، ولينا نعرفوا دي بروموسيون رخصوا في الحليب فهمتني باش نجم نتخلصنا بعنا الحليب هذاك. توا نقص في الباس لاكتاسيون ان شاء الله من هنا لجانفي، فجانفي ترجع لوط لاكتاسيون. رئيس الدولة مصر إنه مشكلة الحليب مفتعلة، وهذا اللي يأكدوا في الزيارة اللي قام بها تاريخ 8 سبتمبر 2023 المقر وزارة الفلاحة. قال زاد إنهم يفتعلون أزمة في كل مرة للضغط من خلال فقدان مادة استهلاكية كما الحليب. ومن يسعى إلى تأجيج الوضع بهذا الشكل ولا لتجويع التونسيين ولا لخلق الأزمات ويعتقد أنه باش توصلوا أراه خاطئ. والدولة ستتصدى لهؤلاء بقوة القانون، لأن دولة كل التونسيين وليست دولة الكارتلات اللي تحاول من وراء الستار تأجج الأوضاع. وزيرة التجارة كلثوم بن رجب قالت في تصريح له تاريخ 8 ديسمبر 2023 إنه الأزمة باش تشهد انفراج في ظرف أسبوعين كهو، وقالت إنه عملية تجميع الحليب اتطورت ودعت التوانسة باش يتجنبوا اللهب
باش يرجع النسق العادي. جانفي 2024 بعد أكثر من شهر على تصريح الوزيرة ما نجموا نلاحظوا كان اللي الأزمة ما انفرجتش، بالعكس كل نهار الأزمة تتفاقم، والأسواق التونسية قاعدة تعيش منذ أكثر من عامين تقريبا نقص كبير في مادة الحليب، واللي خلى المواطن التونسي يعاني يوميا باش يتحصل على باك وحليب. زيارة أخرى حكى فيها الرئيس على مشكلة الحليب كانت نهار 20 ديسمبر 2023 وقت اللي مشى للمقر السابق للشركة التونسية لصناعة الحليب ستيل باب سعدون، وعاود قال إنه أزمة الحليب مفتعلة والهدف منه تأجيج الأوضاع والحليب موجود. الحليب توري مش موجود، وتو شوفوا بعض المناطق الأخرى متوفر، ولكن الهدف هو تأجيج الأوضاع. وكانوا ثم بقر في تونس معمول للياغورت وبقر معمول للحليب متاع الياغورت هو اللي ينتج أكثر، والبيع المشروط اللي قاعد يقع في تونس هذا فضلا عن الملف، وفيه العديد من الوثائق الأخرى اللي تدل على التلاعب بالشركة التونسية لصناعة الحليب منذ 2002. كما سبق وذكرنا إن أزمة الحليب عند رئيس الجمهورية سببها الأساسي هو الاحتكار، وكل مرة يتوعد باش يحاسب المحتكرين، وهذا اللي قال نهار 11 جانفي 2024 في زيارة قام بها الكل من حي الانطلاق وحي التضامن ودوار هيشر وحي منطقة جانفي اللي عاين فيها وجود المواد الغذائية ومن أبرزها السكر والحليب، وقال إنه مش باش يكون فما تسامح مع المحتكرين ومع كل من يتلاعب بقوت المواطنين، وإنه لازم يصير تطبيق القانون ويتم تكثيف الحملات الأمنية. وقال زادة ولا بد من تطبيق القانون زادة بصفة صارمة، مش محاضر فقط. الناس اللي قاعدة تحتكر لابد من إحالتهم على المحاضر ترتيبيا وعقليا. ترتيبيا هذاك في مجال الإدارة تدخل، ولكن أيضا تحال المحاضر العام. هذا مش كلام سعيد كهو، أما زاد رئيس المنظمة التونسية إرشاد المستهلك لطفي الرياحي قال في تصريح الكشف ميديا إنه أزمة الحليب مفتعلة على مستوى الاستهلاك، واعتبر إنه المخزون المتوفر يكفي حاجة المواطن والاحتكار هو سبب المشكلة. أزمة مفتعلة لسببين اثنين. السبب الأولاني نحن كونه نعرفوا طاقة الإنتاج هي في 1.5 مليون، نعرفوا الاستهلاك بتاع التوانسة في 1.5 مليون 1.4 دونك انتاجنا موجود، استهلاكنا مش موجود. الحليب وين مشى الله اعلم. عندنا مخزون استراتيجي موجود لكن الحليب مش موجود. هذا حتى هذا اللغز يجب مازال الرقابه تحل. نحن كي نعرفوا اللي الانتاج موجود والاستهلاك ما ثماش، دونك ثم ازمه مفتعله، خاطر نعرفوا انتاجنا الانتاج نتاعنا في 1.5 مليون وقاعد الانتاج موجود، ما ثماش نقص في الانتاج، حتى كان تنقص 5-10% ماهوش بالكيفيه اللي كونه ما نلقاوش. مشهد انه مواطن كل يوم يشد الصف قدام المغازات الاسوايع في سوسه وتونس وبنزرت وتقريبا في اغلب مناطق الجمهوريه. شفناه تكرر اكثر من مره وهو يستنى على امل انه ينجم ياخذ باكو حليب ولا زوز، خاصه اللي عندهم صغار وبالنسبه لهم الحليب اولويه ما ينجموش يستغنوا عليه، وما ينجموش زاده يشريوا حليب الغبر اللي كلنا نعرفوا انه غالي، ما ينجمش يصدق اللي ازمه الحليب مفتعله. المواطنه منى تقول الكشف ميديا وهي تبكي انه حالتها الماديه ما تسمح لهاش باش تشري حليب الحقوق، وقت اللي حليب الباكوات يتفقد فتتلز باش تخلط لصغيرها الفارينه بالماء باش يوصل. صغيري نعطي في الحليب بقوات، عرفتي الحليب البقوات يتفقد نخلط لها الفارينه، يولي هو يرغي من الشيره يبكي وانا نبكي من الشيره. يجي نفسر لك شنو سبب المشكله هذه. يقول القايل إذا كانت المادة المطلوبة اللي هي الحليب موجود، الواه باش يتم احتكاره، وشكون اللي عنده مصلحة من احتكاره؟ الاحتكار لا يقع إلا في فقدان المادة. حين تفقد المادة هو الاحتكار خاضع للعرض والطلب. المادة تتفقد ولو نحتكروه، كل المادة موجودة ما نحتكروش على أساس احتكر فيه هو موجود في السوق، خاضع للعرض والطلب. قال رئيس نقابة الفلاحين الميداني الضاوي في تصريح الكشف ميديا بتاريخ 2 جانفي 2024 إنه حلقة الإنتاج اليومي للحليب تراجعت في الفترة الأخيرة، يعني
إنه المخزون الاستراتيجي تراجع لحدود 7 ملايين لتر، بالتالي فإنه الإنتاج اليومي ما ينجمش يغطي الاستهلاك اليومي للمواطن التونسي. صحيح اللي كنا نسمع فيه سياح فوضى ودزات في واحدة من المغازات الخاصة، شكون ينجم يخرج منتصر ويروح لدارو بك وحده. كل واحد فينا يتساءل حتى بينه وبين روحه علاش وصلنا للدرجة هذه، حتى أهم المواد الغذائية مش موجودة. والغريب في الأمر إنه نتفكروا سنين التالي كان الوضع مختلف تماما. نرجع بكم العام 2015، وقتها وصلنا لمرحلة فيها فائض في الإنتاج، وهذا اللي خلى الفلاحة يوصلوا يطيشوا الحليب في الشارع، خاطر ارتفع الإضرار مقابل انخفاض غير مسبوق في الاستهلاك، وارتفع مخزون الحليب على المستوى الوطني من 35 مليون لتر في سنة 2015 ل 61 مليون لتر في سنة 2016. واضطر وقتها المزارعين ومربي الأبقار في تونس باش يبزعوا آلاف اللترات من الحليب يوميا في الشوارع ومجاري الأودية، بعد ما رفضت مراكز التجميع إنها تشري منهم كميات إضافية. الحليب بس نجيبوا فيه، هذه الفلاحة والمشي، هذيك هي الفلاحة والمشي. لم زيد في العلفة، لا يزيدونه في العلف، لازم يجيب الحليب يقول لك فرقوا ملاي الربي علف في الاخر هاو الحليب. هاي دولتكم هاي فلاحة. تعاودت الحادثة هذه في أفريل 2021 وتم سكب كميات كبيرة من الحليب في تونس، وقال وقتها مدير وحدة الإنتاج الحيواني في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغير إنه في ظرف 3 أيام كهو تم سكب 500 ألف لتر من الحليب في الشوارع. وفي المقابل يبقى الفلاح يتشك ويعتبر روحه هو المتضرر. يعجبكم الوضع المزري في الحليب؟ يعجبكم الفلاح بيت بلاش؟ يعجبكم انا غدوه نشد الكرهبه نفك له كرهبته؟ انا فلاح، انا عندي نخدم على 17 في العائله. عشان يقولكم غدوه ذاك نفك له كرهبته كما نسيبه كي نخلص، وهو مسال عند نزين وسيل مجمع ما يقبلوش عليه، يدير الحليب غادي يقولوا فيه مميت ولا يقولوا لا ما نقبلش. اخويا انت دوله تصرف مواطن ما يعرفش راهو بيت بلاش دريته راهو يقتل العباد. احنا جايين بامور تاع هداوه ماذا بهم يعملوا لنا حل. وقال إنه المصانع ما عندهاش الطاقة الكافية لاستيعاب فوائض الإنتاج اللي وصل في بداية السنة ل 40 مليون. علق زادة رئيس نقابة الفلاحين الميداني الضاوي على الموضوع، وقال إنه اللي صار خطأ ما يساهمش في إيجاد حل، وإنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الزيادة 500 مليم في سعر اللتر الواحد. هذا تقريبا اللي صار، ووقعت الزيادة في سعر الحليب أما ب 200 مليم كهو، والزيادة هذه اعتبرتها نقابة الفلاحين ما تحلش المشكلة. احنا كنقابة طبعا رافضين على اساس انه نكملوا يعني كاجراء الزياده، مبدا الزياده معناتها ب 200 مليم، لكن اعتبرناها في بيان رسمي اصدرناه بالامس، معناها اعتبرناها انها لا تفي بالزياده هذه، لا تفي بالحاجه، على اساس انه قبل كنا طالبين دينار و700 كحد ادنى باش المنتج ينجم يعيش ويامن حلقه الانتاج، ولذلك معناتها نحيوا الخطوه، وكما نذكر ان الزياده هذه لا تفي بالحاجه. مشكلة الحليب بدأت في 2015 بفائض في الإنتاج وانخفاض الاستهلاك، لين وصلنا في 2021 النقص كبير في المادة والإعلانات في المغازات تقول اللي كل مواطن ما ينجم يشري كان باكو ولا زوزة كهو، لين وصلنا التاريخ بث الحلقة هذه تقريبا الحليب مفقود كليا، وحتى كان توجد وهذا أمر صعيب فإنه الحانوت يجبرك باش تاخذ معاه كمية من الياغورت والزبدة، حتى الزيادة في سعره ما حلتش المشكلة. مالا شنو الحل؟ قبل ما نحكيو على الحلول الممكنة والمقترحة من خبراء في المجال باش نجموا بها نتجاوزوا المشكل، يجي نفسر لك قبل المسار اللي يتعدى به إنتاج الحليب باش احنا نتحصلوا على مادة حاضرة للاستهلاك، خاصة إنه فما برشا أطراف تساهم في عملية الإنتاج والتوزيع.
اللي يسهر على إنتاج الحليب في بدايته هو الفلاح، واللي يقوم باختيار الأبقار بعناية كبيرة، خاطرها هي المصدر الأول متاع الحليب، وينتج عن حلبها آلاف اللترات اللي يتم تجميعها وتبريدها ونقلها يوميا للمصانع للبيع. ونقل الحليب للمصانع يكون في صهاريج معزولة تم حمايته قدر الإمكان ويحافظوا على جميع صفاته حتى لين يوصل لمركز التجميع. في مركز التجميع يمر بعدة مراحل، أولها عملية البسترة، وهي بكل بساطة القضاء على الكائنات الحية الدقيقة الغير مرغوب فيها بالنسبة للإنسان من خلال تسخين الحليب ل 72 درجة لمدة 15 ثانية، ومن بعد يتم تقسيم الحليب حسب النوع المطلوب باستخدام فاصل الكريمة، وين يتم إضافة الكمية اللازمة حسب نوع الحليب المطلوب. وقتها نجموا نتحصلوا على 3 أنواع متاع الحليب، واللي هما الحليب كامل الدسم اللي باكوه أحمر، والحليب نصف الدسم وباكوه أزرق، والنوع الثالث اللي هو غير دسم وباكوه أخضر. المرحلة اللي من بعد هي مرحلة التعقيم، واللي يتم فيها تسخين الحليب باستخدام بخار الماء، وتوصل درجة الحرارة متاعه ل 140 درجة لمدة 2 ثواني. والهدف من العملية هذه هو القضاء على الكائنات الحية الدقيقة بدرجة الحرارة العالية، هكا يكون الحليب جاهز للتعبئة في باكوات ولا قوادير، ويلزم يبقى محمي من الهواء والضوء، وبعد يمكن نقله للمحلات والمغازل. مسار طويل يتعدى به الحليب في مرحلة الانتاج لين يتم توزيعه، إلا أنه ماهوش قاعد يوصل للمستهلك. يقول رئيس نقابة الفلاحين إنه حل الأزمة هذه مش بتقديم معطيات غالطة للمواطنين، ومش بادعاء إنه الأزمة سببها الاحتكار، بل أزمة الحليب تستوجب تدخل الحكومة باش تلقى حلول لمنظومة الألبان، خاصة مع غلاء الأعلاف وارتفاع كلفة الإنتاج اللي تخلي الفلاح غير قادر على مجابهة مصاريف الإنتاج، وخاصة إنه أغلب مربي الأبقار الحلوب هما من صغار الفلاحين اللي ما يتجاوزش حجم قطعانهم 5 بقرات. مشكل الحليب يطرح علينا مشكل آخر، واللي هو غلاء الأعلاف، وبالتالي فإنه غلاء الأعلاف مساهم في أزمة الحليب اللي نعيشوها اليوم، وقت اللي رئيس الجمهورية يعتبر اللي الفساد الموجود في الحليب موجود في العلف. ولكن الفساد اللي موجود في الحليب موجود في العلف، موجود في العلف، وفهم 4 من الناس اللي قاعدين شادين العلفة، ويلزم الدولة تحتكر في الحالة هذه. إن شاء الله يتم في أقرب الأجال إحداث ديوان للأعلاف، باش معاش إذا كان يحبوا الحرية خلوا الناس كل تختار. مرة أخرى إذا كان فما احتكار الدولة هي اللي تولي تحتكر. وهذاك علاش أصدر رئيس الدولة أمر متعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره في 10 جانفي 2024. فمن اتحاد الفلاحة إنشاء ديوان للأعلاف، واعتبر إنه باش يساهم من تعديل أسعار الأعلاف اللي ارتفعت منذ 2 بقرابة 50% بسبب حالة الجفاف وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية. والحل حسب خبراء في المجال يبدأ بإنصاف الفلاح باش ينجم يستمر ويتم تعزيز إنتاج الأعلاف وعلف الماشية على المستوى المحلي، بالإضافة لتجديد الرقابة للحد من الاستغلال. الحل زادة وبطبيعة حسب خبراء في المجال فإنه يكون بتوفير مخزون استراتيجي يغطي حاجيات الاستهلاك وقت اللي يصير تراجع في الإنتاج كيما الفترة هذه، خاطر ما نجمناش نوفروا مخزون استراتيجي هام في الوقت اللي كنا فيه. في الفترات السابقة القطاع يأمن مخزون يتراوح بين 60 و 70 مليون لتر، ومعها ضبط سعر البيع عند الإنتاج وترفيعه. وحسب رئيس نقابة الفلاحين فإنه المشكل ما ينجم يتحل كان بتسهيل توريد الأبقار والأراضي، خاصة إنه برشا فلاح فرطوا في قطيعهم من خلال التهريب ولا الذبح، وهو اللي ينجر عنه آليا تراجع الإنتاج. هو أنه عندنا القطيع هو فيه نسبة كبيرة ياسر الناس فرطت في بقرتها. راهو الواحد تو البقرة زادة لو كان زادة تفرطت من الفلاح من في باقية في تونس باهية، أما لا، المخطر في هذا الكل أن هي مشات للذبح ثم للتهريب، ولذلك هذاك علاش احنا البقرة فقدناها، ما عادش تدور لهنا، فهمتني؟
فقدنا يعني نسبة كبيرة من قطيع الأبقار، لذلك تراجع الإنتاج. هكا نكونوا كملنا فسرنا لكم أسباب أزمة فقدان الحليب ووين يكمن المشكل بالضبط، وإنه ما ثماش إثبات إنه الاحتكار هو السبب في فقدانه. ورسالتنا ليكم إنه مش كل اللي يتسمع ويتشاف صحيح، بل أكيد لازم تفسير وتدقيق حتى لو اللي قالوا رئيس الجمهورية نفسه. قدمت لكم الحلقة هذه شيماء الهمامي، تدقيق وتحرير وإشراف عام خولة بوكريم، تقني صوت وصورة محمد أمين عبادي، إشراف فني أيمن طويهري، إنتاج كشف ميديا جانفي 2024.